السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من مسلسل هذيك حياتي. في هذه الحلقه غادي نشوف كينان اللي غادي يخرج براءه، وكذلك جمال اللي غادي يخبر هدى انهم غادي يطلقوا، وغادي تلوم على كاع داكشي اللي وصلات اللي غادي تصرفق. وغادي نشوفوا ان دنيا قررت باش تحط هدى في مستشفى الامراض النفسيه، وكذلك غادي نشوفوا الاب ديال سعاد اللي غادي يعرض على نعيمه الزواج وهي غادي توافق، وكذلك غادي نشوفوا ريحان اللي غادي دير واحد الجريمه وغادي تنهي الحياه ديال ابن زوج الام ديالها، وغادي نشوفوا انيس وبهار اللي غادي يلقاوها، ودنيا اللي قررت انها تنتقم من ميسون وسلطانه، وغادي تخبر انيس وبهار بالحقيقه وان نوران هي بنتهم. شوفوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نعرفوا التفاصيل ديال هذه الحلقه. المهم البدايه تكون من المشهد اللي ختمنا به في الحلقه السابقه، فاش جمال جا لعند سلطانه وطلب منها اليد ديال زينب وهي وافقت، ولكن بشرط انه يطلق هدى. فاش خرج جمال، سلطانه وزينب بقاو غير تيضحكوا. سلطانه قالت لها مزيان خلينا نردو لدنيا غير شويه من هادشي اللي دارت فينا. في مشهد اخر غادي نشوفوا المحاكمه ديال كينان اللي قال لهم ما عندي حتى شي علاقه بهادشي، والرجال ديالو هما اللي غادي يدخلوا السجن وغادي يهزوا عليه التهمه. واحد قال لهم انا اللي شوهت الوجه ديالها حيت ما كانتش كتبغيني، والراجل الاخر بزاف قال لهم انا اللي نهيت الحياه ديال ميرفت حيت كنت كنكره محمود امير. والقاضي قال لهم بحكم ان الاقوال ديال دنيا ميمكنش لينا ناخذوها بعين الاعتبار حيت هي عندها سوابق في المستشفى الامراض العقليه، قررت انني الاقوال ديالها مش بالبراءه ديال كينان. داكشي علاش في هذيك اللحظه انيس جا الجنون ديالو وكان باغي يتهجم على كينان. بهار ما تستسلمش للاستفزازات ديالو واخا يدير اللي يدير. المهم كينان خرج براءه، وها هو غادي يرجع تاني لهاد العائله، وغادي نشوفوا الاحداث ديال الحلقات المقبله انه غادي يحاول يدمر الحياه ديال محمود امير. وهنا غادي نشوفوا جمال اللي جا لعند هدى ومشات لعندو وكانت باغا تعنقو، ولكن جمال كان عول انه يتفارق معاها. جمال قال لها حنا خاصنا نطلقوا، وهدى قالت لي علاش. جمال خبرها بلي باغي ياسس حياه جديده مع زينب، وخبرها كذلك انه كيبغيها بزاف. هدى بقات كتطلب فيه وتقول لي ما تخلاش عليا. جات الام ديالو خبرها بلي خاصها تجمع الاغراض ديالها حيت غادي ينتقلوا من هذا المنزل. هدى شدات فيه وبقات كتطلب فيه، وجمال دفعها وطيحها في الارض ومشاو وخلاوها. وبقات كتطلب في الام ديالو، ولكن حتى هي قالت لها ما عندي ما ندير لك، انا غادا نمشي مع الابن ديالي. هدى بقات كتكسر في اي حاجه وبقات كتمشى فوق الزاج وطاحت على الارض. من بعد شدات الصوره ديال الزواج ديالهم وبقات كتقول مستحيل نتخلى عليك. المهم هدى كانت في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، وانيس ومحمود امير وبهار اللي كانوا قدام المحكمه. خرج كينان اللي بقى كيشوف فيهم. انيس ما قدرش يتحكم في الاعصاب ديالو، ولكن بهار كانت كتحاول تمنعه من انه يدير شي سلوك اللي يقدر يتسبب لهم في المشاكل. من بعد كينان مشى لعند دنيا وقال لها الحبيبه ديالي انا غادي نمشي نودع الاصدقاء ديالي في السجن، ومن بعد غادي نرجع ليك وغادي نبداو حياه جديده. محمود امير حتى هو ما عجبوش الحال، وكينان بقى كيبتسم وكيشوف فيهم. انيس ومحمود امير وبهار مشاو، وكذلك رجال الشرطه خداوه للسجن، وبقات غير دنيا في المكان ديالها. من بعد غادي يجيها اتصال من عند فايزه اللي غادا تخبرها بان الحاله ديال هدى صعيبه بزاف، وغادي نشوفوا ان دنيا ما غاداش تلقى شي حل باش تنقذ الابنه ديالها من غير انها تدخل المستشفى الامراض العقليه. فايزه وفريده كانوا باغيين يوقفوا في جنب هدى، ولكن هي بقات كتغوت عليهم. في مشهد اخر غادي نشوفوا سلطانه اللي كانت مع ميسون اللي قالت لها يلا خبريني انت اكيد مخبيه عليا شي حاجه. سلطانه خبراتها ان جمال عرض الزواج على زينب وهي وافقت، وقرر انه يطلق هدى. ميسون قالت لها انت واقيلا تسطيتي، اكيد هدى ما غاديش تسكت وغادا تخبر بهار ان نوران هي الابنه ديالها وماشي بنتي. سلطانه قالت لها ما تخافيش، الامور كلها تحت السيطره. من بعد غادي نشوفوا نعيمه اللي نزلت من الطاكسي هي وسعاد والاب ديالها والناس ديال الحي وكذلك كانوا كيطمئنوا عليها. ونعيمه قالت لهم انا كنشكر هاد الراجل هو اللي نقذ لي حياتي. من بعد غادي نشوف سعاد اللي عطات الخاتم للاب ديالها اللي طاع عرض الزواج على نعيمه، والناس ديال الحي بقاو غير كيضحكوا. ونعيمه حشمات، اما سلطانه تصدمات. فؤاد اللي كان كيراقب من بعيد وتيقول اشنو هادشي حيت ما بغاش الاب ديالو يتورط مع نعيمه كيف ما تورط مع ميسون. المهم نعيمه وافقات، والسلطانه بقات كتقول ما عرفش ان هاد الراجل اشنو بغا في هاد الشارفه الهارفه. المهم خداو نعيمه للمنزل ديالها.
اما السلطانه كانت مدمره وكتبكي، وميسون قالت لها مالكي اشنو اللي واقع ليك؟ وهي قالت لها حتى الراجل اللي حطيت عليه العين تخلى عليا وغادي يتزوج بنعيمه. في مشهد اخر غادي نشوفو دنيا اللي وصلت للقصر ولقات هدى في هذيك الحاله، قربات منها ووقفاتها. هدى شافت فيها من بعد صرفقاتها وبقات كتلوم فيها، حيت كانت كتظن ان المصير ديالها غادي يكون بحال المصير ديال دنيا، وان الراجل اللي مزوجه بيه غادي يتخلى عليها كيف ما تخلى الاب ديالها على دنيا. دنيا قالت لها ما ديريش حاولت تمنعها من انها تنتحر، ولكن هدى ضربتها مره اخرى ورماتها على الارض. المهم دنيا شدتها بالقوه وطلبات من فايزه واتصل بالمستشفى اللي كانت كتعالج فيه دنيا. هدى قالت لها ان السلطانه هي اللي وافقات وشجعات جمال وعلى انه يطلقني. المهم دنيا تعصبات وبقات كتقول والله الا دوزتها ليك سلطانه. ونهار نشوفو بهار وانيس اللي كانوا في السياره وغاديين للمنزل ديال انيس باش يحاولوا يلقاو شي طريقه باش يعرفوا الحقيقه اللي مخبيه عليهم ميسون وسلطانه. من بعد اتصلت بيه ريحان وقالت لي واش مصايب لك المحشي؟ هو قال لي بهار جات الغيره وانيس قال لي ما تبقايش تشوفي فيا، انا غير كنحاول نساعد هذيك البنت مسكينه. وريحان اللي رجعت المنزل وكانت مقاديه داكشي اللي غادا تحتاج، والغلط اللي دارت خلات الباب ديال العماره مفتوح ودخل الابن ديال الزوج الام ديالها. وريحان فتحت الباب ديال المنزل وهو دخل عليها وكان باغي يتعدى عليها. المهم ريحان بقات تقول لي بعد مني. هو قال لها اذا انت كتسكني انت والعاشق ديالك في هذا المنزل، وبقات يقرب منها وقال لها ريحان انا راه كنبغيك بزاف من شحال هادي. وهي قالت لي بعد مني انا راه كنعتبرك بحال خويا. ودخلات المطبخ وهزات واحد السكين ولكن هو ما شافاش، وفاش قرب منها طعناتو بيه حتى طاح الارض. ريحان كانت خايفه بزاف. في نفس الوقت بهار وانيس وصلوا للمنزل. انيس قال لها ان شاء الله غادي نبداو بدايه جديده، وبهار قالت ليه ما يمشيش عقلك بعيد، حنا غادي نتكلموا على الموضوع ديال ميسون وسلطانه. انا ما بغيت نتكلم على حتى شي موضوع اخر معاك. من بعد دخلوا للعماره وريحان كانت خايفه بزاف وتقول اشنو غادي ندير دابا. المهم انيس فتح الباب ودخل هو وبهار، وريحان ما لقاتش شي حل اخر من غير انها تخبي هذيك الجثه في الكوزينه وتخبى معاها بحال ما كانتش في المنزل، وهزات السكين في يدها وكانت غير كتبكي. بهار وانيس طلعوا الفوق وريحان كانت كتقول يا ربي ما يدخلش المطبخ. من بعد دنيا اتصلت بانيس تجيو لعندي قالت لي انا بغيتك حيت كاين واحد الموضوع ضروري تعرفوه بخصوص ميسون وسلطانه، وحيت هما عندهم شكوك. من بعد ما وصلت هذيك الرساله لبهار خرجوا بسرعه، وريحان فرحت بزاف حيت هما خرجوا وغادا تحاول تخلص من هذيك الجثه. غسلات يديها وبدات كتفكر اشنو غادا تشوفوا الاسعاف اللي وصلت وخدات هدى. ودنيا بقات تابعها وكتقول بنتي، وكتقول والله لا بقات فيك سلطانه انتي خديتي مني بنتي هدى وانا غادي ناخذ منكم نوران. اما ريحان غادي نشوفوها خدات واحد السجاده وغادي دير فيها الجثه وكانت كتبكي وبدات كتجر في ديك السجاده. بهار وانيس كانوا كيتسائلوا وريحان اللي نزلت هو الموضوع اللي غادي تخبرهم به دنيا وكانت كتبكي. من بعد فتحت الباب وبقات كتقول يا ربي ما يحصلني حتى شي واحد. المهم ريحان ما كانتش باغا تورط انيس معاه في الجريمه اللي دارت. وكانت هذه النهايه ديال هذه الحلقه. نتمنى الفيديو نال اعجابكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم والى اللقاء.